مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا في ناس كتير ابتدت تعمل حاجه العيد مع بعض. هنعمل ان شاء الله كل حاجه، والنهارده هنعمل الغريبه هنبتدي بيها. معايا 500 جرام دقيق منخول، و200 جرام سكر بودر منخول، و250 جرام سمنه من التلاجة، بس تكون احط فيها المعلقه تتكسر بسهوله، تبقى ناعمه معايا، ما تبقاش اللي هي ناشفه حجر. ورشه من الفانيليا. حطيت السكر والسمنه في الميكسر كده مع بعض، ورشه الفانيليا كمان هحطها معاهم بالشكل دوت. اعملوا لايك يا جماعه. وهشغل الميكسر على سرعه هاديه كده شويه في الاول، ماشي، لحد ما بس يمتزجوا مع بعض. وبعد كده هعلي درجه كمان لحد ما نوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده هنزل بيهم على الدقيق على طول، وهبدا ان انا المهم كده بالمعلقه، الم فيها كده بالمعلقه اهو كده لحد ما الدقيق بس يختفي. وبعد كده هلم تاني العجينه بايدي بحيث ان انا اضمن ان هي خلاص طبعا تمام، هي مفروله خالص. دلوقتي هتلم معايا بالشكل ده كده. لمت معايا اهيت، وهعمل كوره دلوقتي وهنشوف هتشقق ولا لا. هي مشققتش معايا خالص. وبعد كده جيت وزنت على الميزان من 10 جرام ل 13 جرام بالظبط، عشان تبقى ظنونه، عشان لو فرشت شويه او لو كبرت شويه تبقى ايه في المعقول. بعد كده هبدا ان انا اكورهم كده اهوت، وهشغل الفرن على درجه حراره 150 يسخن يعني حوالي 10 دقايق. واحط انا الصينيه دي في التلاجة، يعني اي صواني هتعملوها حطوها في التلاجة عقبال ما الفرن يسخن، بحيث ان هي لما تخش الفرن ما تفرش منك او ما يحصلش اي حاجه لا قدر الله. فاضمن ان احنا نحطها في التلاجة شويه. اهو حطيت كده، كسرت لوز وحطيت انصاص على الغريبه زي ما انتم شايفين كده اهو، شكلها تحفه. وجربوها وان شاء الله تعجبكم.